السلام عليكم، مرحبا بكم. جبت لكم فيديو جديد لعشاق السردين. جبت لكم وصفة رائعة بطريقة سهلة وبسيطة بزاف بنينة. تابعوا هذا الفيديو للأخير، ما تنسونيش بالبارتاج والاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. نبدأ على بركة الله. بسم الله. هنايا كما راكم تلاحظوا السردين، راني نقيته وغسلته مليح وخليته يقطن. لهنا واش درت هنايا، نحيت له السرسور تاعو ونحيت له الشوك، خاطركش هذا فيه شوك بالبزاف. هنايا واش راح ندير له، درت له شويه تاع طماطم يعني مغرف ماشي معمره، فلفل كحل، الكمون، الفلفل الاحمر الحار، هذا حار وهذا حلو. دركا هنايا كما راكم تلاحظوا الثوم راني هرستو بالنهراس كيما ناس زمان. هنا الثوم راني هرستو بشويه تاع ملح. دركا واش ندير شويه تاع زيت، حوالي يعني مغرب تاع فم تاع ماكله، نخلطو هنا مليح كلش مع بعضه. كما نعرفوا بلي السردين يحب الكمون، يعني ما تكثروش منه يقعد يجي كمر. هنا راني نخلط، نديرو شويه تاع ماء، شويه برك ماشي بزاف، غير مغرف تاع ماكله ولا اقل. هنا تحبي تزيدي اضافات يعني كيما القزبر، تحبي تزيديه زيديه. لي زيبيس ثاني كل واحد وكيفاه يدير. هنا راني زدت مغرف واحده اخرى تاع ماء، خاطركش تجيك يابسه ما تمشيلكش في السردين. هنا راح نبدا هنا راني درت غير هذو، يعني وحده فوق وحده، خاطركش هذا فيه شوك بزاف، وليت رجعته كيما هكذا. هذو نخليهم هكذا يعني السردينه نكملو كامل كيما هكذا. هنا كما راكم تشوفوا راني كملت، درت لهم الحشوه نتاعهم. دوكا نبدا نرمد فيه. هنا على كل حال راني عودتكم بلي نرمد السردين بالسميد، ما نرمدوش بالفرينه.
حطوه غير هكذا برك دورو هكذا، هذا مكان يعني ما يتطلبش جهد ولا فهمتوا. ان شاء الله يعجبكم. هو على كل حال أكلة صيفية يعني بامتياز. في الصيف ناكلو غير السردين ولا البطاط مع يتمشى مع البطاطا. احنا نديروه بالكوشة، تحبي ديريه يعني كاين انواع واشكال في الطياب نتاعو.